تخيل يكون أغنى شخص في العالم مصري. كنت قاعد بتفرج على قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم. لقيت إن كلهم أجانب، أغلبهم من أمريكا. بيل جيتس، إيلون ماسك، وكلهم شخصيات معروفة ومشهورة جدا. بس سألت نفسي، هو ليه مفيش حد مصري في القائمة دي؟ يعني بلد كبيرة زي مصر بتاريخها وثقافتها ما طلعتش شخص واحد يكون حتى من أغنى 10 في العالم. بس لما بدأت أسرش اكتشفت إن كان في فترة بالفعل كان أغنى رجل في العالم مصري. فبدأت أقول لنفسي، تخيل يكون أغنى رجل في العالم مصري. دي حاجة حقيقي كويسة جدا. فلما بدأت أسرش أكتر وأشوف تاريخ الراجل ده، اكتشفت حاجة صدمتني. لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نشوف الحكاية. الراجل ده كان عايش في فترة بتعد فترة ذهبية بالنسبة لمصر، ولكن للأسف ده اللي ينطبق عليه حرفيا مقولة الفلوس غيرته. وده لأنه بدل ما يشكر ربنا على النعمة دي، لأ، هو طغى وتجبر وأفسد في الأرض بسبب الفلوس اللي كانت معاه. كلامنا عن قارون، اللي كان من قوم موسى عليه السلام. قارون كان من قوم موسى عليه السلام، وفي بعض العلماء بيقولوا إن هو كان مؤمن في البداية، عاش في زمن نبي وشاف المعجزات بعينه. بس الفلوس قلبت شخصيته 180 درجة. والقرآن اتكلم عن إنه كان عنده كنوز كبيرة جدا. قد إيه هي كنوز عظيمة وما حصلش زيها قبل كده، على الأقل في الزمن اللي هو كان فيه. تخيل معايا واحد مفاتيح خزنة واحدة من كنوزه محتاجة مجموعة من الرجال الأقوياء عشان يشيلوها. خدت بالك؟ المفاتيح مش الخزنة نفسها. فتخيل معايا الثروة بقى كانت قد إيه. ثروته كانت خيالية جدا، ده غير الأراضي والقصور والعبيد والذهب اللي كان بيمتلكها. ولكن بعد كل ده بدأ يقول إن أنا جمعت كل ده بشطارتي وبعلمي وبذكائي، مش ربنا اللي اداهولي. وقال الجملة المشهورة عنه: إنما أوتيته على علم عندي. يعني أنا السبب، أنا اللي عملت نفسي بنفسي، مش ربنا اللي اداني. وهنا بدأ الغرور يتملكه. لبسه اتغير، طريقته في الكلام اتغيرت، بقى يمشي بين الناس كأنه شايف نفسه فوق الكل، لدرجة إن هو كان بيخرج لابس أحسن لبس وأغلى لبس عنده عشان يستعرض غناه قدام How old الناس. Leonidas? الناس تبصله بإعجاب والكلام ده، وفي ناس بالفعل كانت بتشوفه وتقول يا ريت نبقى زيه. وفي ناس تانية تقول احذروا منه، ده غناه هيكون نهايته. ده غير إن سيدنا موسى حذره كذا مرة، قال له: ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ولكن هو رفض يسمع كل النصايح دي وقال: إنما أوتيته على علم عندي. وفي يوم من الأيام ربنا قرر إن هو يعلمه درس مش هينساه التاريخ. بينما الناس متجمعة وقارون بيستعرض بنفسه بغناه، وفي لحظة واحدة وبدون أي مقدمات الأرض ابتلعته، هو وكنوزه وكل اللي معاه. ومبقاش حد لا سامع صوت ولا أي حاجة عنهم، واختفى أثرهم من الأرض تماما. ولكن قصته ما انتهتش. الناس فضلت تتناقل حكاية قارون من جيل لجيل، وفي روايات بتقول إن مكان خسفه هو بحيرة قارون اللي في الفيوم. وبالفعل في علماء كتير حاولوا إن هم يبحثوا هناك عن كنوز قارون، وفي منهم قالوا إن هم لقوا آثار لمباني وغرف تحت سطح البحيرة، ولكن محدش قدر يثبت الكلام ده 100%. في ناس تانية بتقول إن الدهب بتاع قارون لسه موجود تحت الأرض، بس كل اللي بيحاول إن هو يدور عليه بيختفي زي ما اختفى قارون. قصة قارون مش مجرد حكاية، هي مراية بتورينا شكل الإنسان لما المال بيسيطر عليه. الفلوس ممكن تبقى نعمة تفتح لك أبواب الخير، أو نقمة تدفنك تحت التراب.
الموضوع مش في عندك قد إيه، قد ما هو إزاي بتتعامل مع اللي عندك. ودلوقتي خلّيني أسألك سؤال، هل لو كنت مكان قارون كنت هتعمل زيه وتخلّي الفلوس تمتلكك، والّا كنت أنت اللي هتمتلك الفلوس وتحاول إن أنت تصلح في الأرض وتتصدّق والكلام ده كلّه؟ جاوب في الكومنتات وأشوفكم على خير والسلام.